الفيلم يا صديقي بيبدأ مع بارت الراجل حد وبارد بيكسب فلوسه من طرق وسخة عن طريق منح قروض بفايدة عالية لأي حد يائس يكفي يوافق عليها، لكن زي معظم العمليات المشبوهة الناس ما بتحبش ترد اللي عليها. حل بارت قاسي ومزعج، هو حول ابن أخوه داني للسلاح، دربه زي كلب هجوم. داني لابس طوق وما دام الطوق ده لابسه بيكون هادي وسلبي قريب من إنه يكون طفل، لكن لما بارت بيخلعه داني بيتحول لحاجة تانية خالص، مقاتل وحشي مفيش حد بيقدر يوقفه. ما بين المواجهات الوحشية دي داني مش عايش زي الإنسان، هو محبوس زي الحيوان بياكل أرخص أكل معلب ومتروك يملى وقته بكتاب الأطفال. هو بيمسك في صورة واحدة، صورة عادية لبيانو، حاجة بتديله إحساس بالراحة مش فاهمه. في يوم بارت بيظهر في مكتب عميل جديد متوقع شغل عادي، لكن اللقاء بيتحول للأسوأ بسرعة. رجالة العميل مستنيين سلاح بارت وطقمه قبل ما يخلي داني يتحرر. بارت بصوت يائس بيكون عايز يطلقه، لكن الطوق لسه لابسه. داني بيقف هناك من غير حركة في الزحمة. بارت بيتحرر بيخبط طريقه راجع لداني وهو بيشيل الطوق ده كل اللي محتاجه، وفي ثواني داني بينفجر في عنف، بيتحول لعاصفة من القوادات والغضب وبيدمر الغرفة وما بيخليش حد واقف. بارت بيكون الغضب باين في عينيه، داني خذله عشان الكلب الصح لازم دايما يحمي صاحبه، عازم انه يصلح اللي بيشوفه عصيان. بارت بيخترع طريقة تحكم جديدة، لمبة لونها احمر متصلة بزرار، لما الضوء يلمع داني بيهجم من غير تردد ومن غير اسئلة. في الشغل جوه المخزن بارت بيحط النظام وبيخلي داني وراه مع اوامر واحدة، بيقول له اتفرج على اللمبة واستنى، اول ما تنور احمر هو لازم يندفع للغرفة اللي جنبه. داني بيهز راسه وبيستنى في صمت، لكن في حاجة تانية في الغرفة دي، بيانو حقيقي نفس النوع اللي داني شافه بس في كتابه. الانجذاب اقوى من انه يقاوم، هو ما بيهتمش للضوء وبيضغط على مفاتيح قليلة، منجذب للصوت الغريب الهادي. ده الوقت اللي حد جديد بيدخل، الراجل لابس نضارة شمس بيتحرك بحذر، هو اعمى لكن مليان دفء ومظبط البيانو. بدل ما يطرده بيستقبله بلطف وبيسأله لو هو حر عشان يساعده. الراجل بيوري داني ازاي يضغط على المفاتيح وهو بيشتغل تحت الغطا بيظبط الاوتار. داني بيعمل اللي بيتقال له والنتيجة بتكون مذهلة، كويس وممتاز، وتر ناعم وجميل بيرن من البيانو. للحظة العالم القاسي حواليه بيختفي، الراجل بيقدم نفسه انه سامع لكن الهدوء ما بيدومش. سام بيقف متصلب هو بيسمع حاجة، طاقة خفيفة. داني متردد بيقف فجأة وبيندفع على الغرفة اللي جنبه، لكن هو خلص متأخر. المشهد بيكون فوضى، بارت وطاقم متكبرة عليهم واتقبض عليهم. بارت بياخد داني ومجرد ما بيبقوا في البيت بيعاقبه بالطريقة الوحيدة اللي يعرفها، وهو اللي بيحبسه في القفص تاني. بعد شوية حد بيخبط الباب، ده وايت حارس أمن من الشغل اللي بارت فيه، لكنه مش جاي عشان يتريق، هو منبهر شاف داني بيقاتل وما صدقش. وايت عنده عرض مغري، دوريات قتال تحت الأرض مباريات مخاطر عالية، الفايز فيها بيمشي ومعاه نص مليون دولار، لكن في حيلة وحشية، الخاسر لازم يموت. عين بارت بتلمع، ده بالظبط اللي هو عايزه، بس بيسأل امتى يقدر يبدأ. وايت بيعرض عليه مباراة تجريبية ضد قاتل مفيش حد يقدر يهزمه. بارت طبعا يا صديقي ما بيضيعش وقت، هو بيبص لطوق داني وبيشيله. وايت مبسوط من النتيجة وبارت كمان، بداية وحشية قليلة. قتال داني جاب فلوس أكتر من اللي بارت شافها في 20 سنة، وكده يا صديقي بارت يكون راكب الموجة وبينبسط زي اللي لقى دهب وما زال مستمتع بنجاحه. بارت بيعمل حاجة مش متوقعة، بيطلب من داني حاجة عايزها. داني بصوته الناعم الحذر بيقول له إنه عايز بيانو. بارت بيتفرج عليه لثانية، بعد كده بيفضل يضحك بصوت عالي. البيانو بالنسبة له ده كلام فارغ، لكن بعدين الناس بتطلع من العربية جنبهم وبتبدأ تضرب عليهم نار، بتفرغ كل الرصاص في عربية بارت. اتفرج من الظل على وش مألوف، واحد من ضحايا بارت اللي فاتوا مختارة أذلة بارت علنيا من كام يوم، وعشان العربية بتمشي بعيد الحطام اللي وراها موحش. لكن بعدين من سرير الحمولة المشوه داني بيطلع مليان دم ومضروب لكن عايش، من غير مكان تاني يروحه بيجري المكان الوحيد اللي خلاه يحس براحة، المخزن اللي قابل فيه سام. وبالحظ يا صديقي سام بيكون هناك، لكن قبل ما داني يقدر يقول كلمة بيقع على الأرض من فقدان الدم، كل حاجة بتختفي. لما بيصحى بيكون في سرير حد غريب مش فاهم وخايف. داني على طول بيستخبى تحته، قلبه بيخبط جامد. بعد لحظات سام بيظهر هادي وحنون ماسك طبق توست بزبدة الفول السوداني، بيقول لداني انه كان نايم بقاله يومين وانه مش هيسأل اسئله الا لو داني عايز يتكلم. داني مش بيقول ولا كلمه، الايام بتعدي وهو بيرفض يطلع من تحت السرير. لكن بعدين في ظهر يوم هو بيسمع موسيقى بيانو بتتعزف بنعومه من اوضه المعيشه، الصوت بيجذبه بره وهو بيخش الاوضه بيشوف بنت مراهقه داخله، دي بنت سام بالتبني فيكتوريا. هي بتتفرج على داني بفضول وبتساله مين هو. سام بيقول لها انه مش عارف كتير، بس ان الولد يبدو بيحب الموسيقى. في اليوم ده فيكتوريا بتجيب لداني كيبورد صغير، بتقول له ان كان بتاع ابوها اللي مات، احسن صاحب لسام. بعد ما ابوها مات سام اتجوز امها، لكن هي كمان ماتت في حادثه غريبه. داني بيسمع بهدوء وبيمتص كل كلمه. بالليل في حاجه بتتغير لاول مره، داني بينضم ليهم على ترابيزه الاكل، احراجه واضح، هو حتى مش عارف يمسك معلقه، لكن ولا سام ولا فيكتوريا بيحكموا عليه. اسبوعين بيعدوا وفي صبح يوم سام بيقترح انهم يمشوا. بعد ما يودوا فيكتوريا المدرسه سام بيبتدي يعلم داني ازاي يختار خضار وفاكهه طازه وازاي يطبخ، وهما بيجهزوا وجبه مع بعض. داني بيشوف صور عيله على الدولاب، بيقول ان هو ما عندوش عيله. بالليل فيكتوريا بتدعو له البيانو، هي بصبر بتعلمه
بيتعلموا حاجات بسيطة وقليلة. داني بيستوعب جزء ايد الشمال بسرعة وهي بتعزف بالايد اليمين. في الأوضة اللي في الجنب سام بيسمع وهو بيبتسم، الموسيقى بقت لغة مشتركة ما بينهم. الوقت بيعدي وداني بيبقى جزء من حياتهم، بيروحوا يتمشوا وبياخدوا صور مع بعض وبيعملوا موسيقى. بالليل فيكتوريا بتسأله اتعلم الأغنية اللي بيعزفها كتير فين. داني مش عارف وهي بتبص للطوق اللي في رقبته وبتسأله لو بيتكسر وهو بيكون خايف، لكن هي بنعومة بتصر إنها عايزة تشيله وعلشان ذكريات قديمة بترجع له هي هناك بتهديه. الصبح سام بياخد داني معاه الشغل. في الطريق بيشاركوا حاجات كبيرة. أول ما فيكتوريا بتخرج هم مخططين يرجعوا نيويورك، لكنهم عايزين داني معاهم. هو بقى واحد من العيلة دلوقتي وبيحضنوه، والأول مرة من زمن طويل داني بيوافق. سام حتى بيقسم راتبه معاه وبيقول له يصرف على أي حاجة بتخليه مبسوط. لكن بره محل صغير داني بيلاقي نفسه مقابل واحد ما كانش عايز يشوفه تاني، واحد من رجالة بارت. الراجل بيموت من الدهشة وبيقول لداني إن بارت كان بيدور عليه. داني بيرفض يرجع، لكن تهديد الراجل واضح، لو داني ما جاش برضاه بارت هيجري الناس اللي بيحبهم دلوقتي. داني بيتاخد على طول لبارت. أول حاجة بيسألها هل بارت عارف أمه. بارت بيستغرب امتى ابن أخوه الغبي ابتدى يهتم بحاجات زي دي. بيزعل إنه لقى داني في الشوارع وإن مفيش حد تاني يهتم بيه. بعد كده بيرجع الشغل. بارت بيسحب داني لمباراة وقت الجاية تحت الأرض، لكن قبل ما القتال يبدأ داني بهدوء بيقول له إنه مش عايز يوجع الناس تاني. بارت بيحاول يتحكم فيه، بيهدف بالحاجة الوحيدة اللي عارف إن داني عايزها وهي البيانو. لو داني كسب هيشتري له واحد، لكن داني لسه بيقول له لا، فبارت بيضغط عليه. القتال بيبدأ لكن في حاجة غلط. وايت بيتفرج من ناحية بيبدأ يرتبك، هو واضح قلقان من بارت. داني مش بيدافع عن نفسه، هو بس بيقف هناك بالكاد بيدافع عن نفسه. إحباط بارت بيغلي في حركة يائسة، بيرمي سلاح في الحلبة، لكن داني بيتوتر قبل ما يقدر يقرر يعمل ايه. خصمه هو اللي بيجيب الفاس حتى مع وجود الأسلحة. القتال لسه مش بيد وايت حمام الدم اللي وعد بيه الجمهور، فبيخلي الوضع أسوأ. بيبعت بلطجية أكتر للحلبة. دلوقتي داني بيتواجه مع مهاجمين مسلحين كتير لوحده، بيحاول يدافع عن نفسه لكنهم بيتغلبوا عليه وهو على الأرض. بارت بينت عليه من فوق وبيكون الغضب في صوته، لو داني خسر هو هيموت. التهديد ده أخيرا بيحرك حاجة جواه. داني بيقوم واحد ورا التاني بيرميهم كلهم على الأرض، حتى لما كومة أسلحة بتقع من فوق هو ما بيهتمش، بيقاتل بدقة ووحشية. لكن لما بيفضل آخر خصم هو بيقف، مش هيقاتل، بيرفض. بارت بيكون في قمة غضبه ومفيش عائد مادي إلا لو حد مات، والكلب المطيع بتاعه رماه ورا ظهره. راجع البيت داني بيترمي في القفص تاني. بارت بيغلي من الفلوس الضايعة والعصيان. في نفس الوقت في الناحية التانية من المدينة سام وفيكتوريا قاعدين على طاولة الأكل ميتين من القلق، مش عارفين فين داني أو إيه اللي اتعمل فيه. بعد كده بارت لما بيسيب البيت داني بينتهز الفرصة، بيقلع سياخ القفص وبيدور في أرشيف مدفون بين الفارات اللي عليها تراب. بيلاقي صورة قديمة بنت شابة قاعدة على بيانو، في حاجة فيها بتبقى مألوفة. لما بارت بيرجع داني بيواجهه، هو عارف دلوقتي إن بارت كداب والست دي تبقى أمه. بارت بيشيلها وهو بيقلل من قيمتها، بيقول إنها كانت ست ليل وماتت وداني لسه طفل صغير ولا حاجة أكتر من كده. في اليوم اللي بعد كده بارت بياخد داني على الشغل تاني، وهم في الطريق بارت بيقول له إن العيلة لازم تبقى مع بعض، لكن ما عندوش فكرة عن نوع العاصفة اللي بتتكون جوه ابن أخوه. وفي نص كلام بارت السايق يخسر السيطرة والعربية بتتدمر. داني بيتحرر وبيدمر الطوق وبيقوم يجري على طول راجع لسام وفيكتوريا. في بيتهم بيوريهم الصورة، بيقول لهم كل اللي بارت قاله، لكن فيكتوريا مش بتصدق رواية بارت. بتوريه تفاصيل في الصورة، أم داني قاعدة على بيانو في مكان شكله شبه مدرسة موسيقى. سام بيتعرف على الأوضة وهو بياخد داني هناك. جوه بيلاقوا ست كانت تعرف البنت اللي في الصورة، هي فاكرة أم داني كويس، عازفة بيانو موهوبة بنتيجة حقيقية، لكن في يوم اختفت. الناس همسوا إنها كانت في مشكلة يائسة عشان فلوس ويمكن تكون دخلت مع ناس خطرة. الست بتدي داني صورة تانية، أجزاء أكتر من الذاكرة بتبدأ ترجع. بالليل في البيت داني وفيكتوريا بيدرسوا الصورة الجديدة. هي بتوريه ورقة موسيقى على البيانو وبتستخدم مكبر عشان تقدر تتعرف على القطعة، وبعدين بتعزفها علشان اللحن بيملى الأوضة. حاجة جواه بتتكسر، بيفتكر كل حاجة، بيفتكر اليوم اللي الرجالة كانوا جوه بيتهم وإزاي أمه خبته في الخزنة وإزاي هي حاولت تقاوم وهم قتلوها قدامه. لما سام يرجع فيكتوريا بتقول له كل حاجة، بتقول له إن داني أخيرا افتكر كل حاجة وإنهم لازم يسيبوا المدينة على طول، لكنهم خلصوا متأخر. بارت لقاهم، هو جاب عنوانهم من كتاب محلي. دلوقتي هو واقف بره بيتحركوا بسرعة. داني بيقفل على سام وفيكتوريا في خزنة وبيقول لهم يفضلوا ساكتين. بعد كده بيجهز للي جاي، وعلشان رجالة بارت بيجمعوا على البيت داني بيقابلهم وجها لوجه. المواجهة الأولى بتخلص بسرعة، هو مش الولد اللي كانوا بيتحكموا فيه من قبل، عشان هو مدرك إن الأمور اتطورت. بارت بيبعت حد خاص سلاحه السري أسطورة في الكونج فو. قتال وحش بيبدأ، وعلشان داني وأسطورة الكونج فو بيدمروا شقة ورا شقة وبيدمروا الحوائط والأساس وأي حاجة تانية في طريقهم. الاتنين متساويين في القوة ولا حد فيهم قادر يسيطر. المعركة بتكون شرسة وتدميرية زي عاصفة بتدمر البيت. بعدين داني بيشوف لحظة ضعف، بيضغط على خصمه ضغط قوي، بيرمي الراجل اللي ورا في الشباك
لك الستارة مش بتمسك، الراجل بيقع على طول تحت، بيقع في عربية بارت بالضبط مكان ما بارت قاعد، بارت وهو غضبان بيجيب مسدسه وبيهجم على المبنى مستعد يخلّص الموضوع بنفسه، على السلم بيصطدم بداني وغضبه بيغلب، بارت بيقول له إنه خسر كل حاجة وكل ده غلط داني، لو كان قطعه بس كانوا ممكن يبقوا أغنياء، بارت بيضرب النار من مسدسه لكن داني بيتزحلق بعيد، بيطلع فوق سقف شقة جنبه، بارت ما بيوقفش بيقتحم شقة سام وعلى طول عارف إنه في المكان الصح، الطوق بتاع داني قاعد على الكرسي زي اللي مستنيه، ده وقت ما داني بيتحطم من فوق وبيقع قدامه، بارت بيتفرج حواليه وهو بيتكلم على المكان، بيقول إن البيت اللطيف النضيف ده مش مناسب لحد زي داني، بيقول إن داني بوظ كل الحاجات الحلوة اللي الناس الطيبة تديها له، زي ما هو بيدمر كل حاجة عشان في الأساس هو بس كلب، وعلشان الكلب لما بيبقى خطر بتقتله، لكن بارت ما بيضربش النار، بدل كده بيطلع الطوق وبيلعب ورقة أخيرة عشان يسيطر، بيتوسل لداني يروح البيت وبيقول له إنها الحياة الوحيدة اللي تناسبه، داني بيهز راسه وببطء بيبدأ يمشي ناحيته، لكن بالضبط هو بارت باصص له عشان يلبسه الطوق تاني، عين داني بتتغير وهو في لحظة بيندفع قدامه وبيمسك بارت من رقبته وبيزقه في الحيطة، والغضب بينفجر منه سنين من الألم، فيكتوريا بتصوت من الخوف وسام بيتفرج من الخزنة، بيتوسل لداني يقف، داني بيصرخ إن بارت قتل أمه، لكن سام بيتوسل ليه يقول لداني إنه مش زي بارت ومش لازم يبقى زيه، داني بيبدأ يرخى قبضته إيده بترتعش، لكن بعدين بارت حتى والهوا بيطلع من صدره بيفضل يضحك بيقول حاجات وحشة عن أم داني وبيقول إنه هيفضل كلب، دي اللحظة اللي سام بيعمل فيها حاجة بيجيب حوض ورد من ترابيزة جنبه وبيدمره على دماغ بارت أخيرا بيخليه يقع مغمى عليه، شهور بعد كده وكل حاجة اتغيرت في مدينة نيويورك، سام وداني قاعدين بيهدوا مع الجمهور على المسرح، فيكتوريا بتطلع للبيانو هي بتدي أداها لداني وبتبدأ تعزف وعلشان النوتات المألوفة بتتحرك في صالة الحفلات حاجة جواه بتتكسر بيفتكر الأغنية وبيفتكر أمه ولأول مرة في حياته دموعه بتقع مش من ألم لكن من الفرحة، وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، أشوفكم في مختصر فيلم جديد، سلام.